الخير. تاني يوم النهارده يوم الفرح، وحبيت برضه ان انا اعمل لكم النهارده فلوج. صحيت غسلت وشي تمام. ده بواقي المسكرة اللي مجنناني عشان اطلعها. المهم تعالوا بقى اقول لكم هستخدم ايه البشرتي النهارده من ماسكات. انا مبدئيا كده غسلت وشي بميه دافيه، فهنستخدم الماسك اللي قلت لكم عليه امبارح اللي هو الخطير جدا ده. اول واحد دوت هحطه على بشرتي بقى المره دي كامل، لان هو تحفه من بوبانا بجد يا جماعه، بيشيل فعلا الجلد الميت وبيشيل البواقي بتاعه الميك اب، فانا حابه ان يكون بشرتي صافيه النهارده فهحطه. والماسك ده كمان النهارده هجربه واحط منه. هو في 3 ماسكات كمان، ده تاني واحد. تعالوا نشوف تالت واحد بقى. تالت واحد وهو الشيت ماسك ده لازم احطه قبل الميك اب، لان هو هيديني كده ترطيب حلو قوي للبشره، هيخلي شكل الميك اب حلو. هختم بقى بميسلر من اوريفلام برضو، هختم بيه خالص وابدا احط بقى الميك اب بتاعي، وهتشوفوا فيديو ميك اب كمان شويه. بس كده. دلوقتي بقى قررت ان انا افطر، اختي الصغيره صحيت فقررت افطر معاها، وبعدين يلا نشوف الفستان. هو ده الفستان اللي انا هلبسه النهارده، وكمان ده هدوم ابني اهي كمان جهزتها. بصوا بقى دلوقتي هستخدم الشيت ماسك ده، وهحط اللي هو دايما بيبقى قبل الميك اب. انا بحب دايما احط الشيت ماسك ده قبل الميك اب، فانا بجمع لكم شيتات ماسك كتير قوي عشان اعمل لكم عنها ريفيو. فبس هعمل شيت ماسك دوت ونرجع تاني نحط ميك اب مع بعض. انا خلصت الماسكات وخلصت كل حاجه، كنت بلبس الفستان، وكانت اختي دايما بتلبسني الفستان من ورا، من الظهر كده تحطي لي الحزام. كنت ملبسه ابني، ويلا بقى نحط الميك اب سوا. طبعا يا جماعه انا كنت بصور من غير اي اضاءه، ومن غير اي ستاند، ومن غير اي حاجه، فكنت مصوره يعني حاطه التليفون قدامي ومصوره بيه كده. فعذرا بقى لو الالوان مش باينه، لو حاجه مش باينه كده غصب عني. بس انتوا في الاخر خالص اخر الفيديو هتشوفوا الفيديوهات اللي انا في القاعه، وهتشوفوا الميك اب باين ازاي حلو جدا جدا. وصمد معايا لحد ما روحت، قعد معايا حوالي 5 ساعات كويس ما شاء الله، ما حصلوش اي حاجه. فدايما بحب دايما اقول لكم حركه، بقول لكم انا بحب اخد معايا البيوتي بلندر، باللاكه الصغيره دي، واخدها معايا في الشنطة، عشان لو حسيت ان في كلاكيع حصلت، حاسة ان في مثلا الفاونديشن حصل له، الكونسيلر حصل له حاجة في الخطوط التعبيرية او كده، ابدأ ان انا يعني اظبطها تمام. بس كده وخلصت يعني حطيت اللي هو الكفر الاولاني اللي هو بتاع الكونسيلر. الحقيقه ما لحقتش اجيب الفاونديشن، ما لحقتش اجيب اي حاجه. الميك اب اللي معايا عملت بيه هنا، حطيت كده التنت على ايدي واخدت منه حطيت، كان حلو جدا. حاولت ان انا ما كترش في الميك اب وما تقلش فيه قوي، علشان يعني كنت عايزه ابقى مرتاحه، مش كل شويه اخش اظبط الميك اب، كل شويه اعمل كذا. وفي نفس الوقت ما كنتش عايزه اكون يعني ملفته. انا عارفه ان أنا رايحه فرح وكل حاجه، بس تقريبا صحابي ما بيحطوش ميك اب قوي زيي، فمش عايزه اكون ملفته قوي. المهم هنا بقى بثبت كل ده بالبودر، وهنعمل دلوقتي مع بعض الحواجب وكمان الاي شادو. اختي كانت معايا طبعا بتعمل ميك اب معايا من نفس الحاجات معايا، فما عرفتش اصور وهي بتحط ميك اب والله، عشان هي كانت واقفه وانا كنت قاعده فما كنتش هعرف. المهم هتشوفوا كل ده في اخر الفيديو، هتشوفوا كل حاجه دلوقتي، هتشوفوا الميك اب بتاعنا والفساتين شكلها ايه. الحمد لله الحمد لله كل حاجه كانت حلوه، الفرح كان جميل. عقبال كل البنات يا رب. مبسوطه قوي 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 ان انا حضرت فرح صاحبتي اللي من ابتدائي. مش قادره اوصف لكم احساسي كان عامل ازاي، بتكتب الكتاب وداخله بالفستان الابيض وكده، احساس جميل. سبحان الله يعني، مش عارفه، مش هيحسوا اللي طبعا اللي هم الصحاب قوي بقى، واللي هو بقى لهم فتره مع بعض او كده. سبحان الله، احساس حلو قوي. المهم فهنا كده بقى خلاص يعني بحاول افنش في الميك اب، وهنا هبدا احط بقى في الاي شادو كده. انا تقريبا خلصت الاي شادو وانا قافله الكاميرا، وهنا بحط الليب لاينر. حطيت الليب لاينر قدامكم، وبعدين حطيت بقى الروج الثابت. انا حبيت ان انا احط اللون كله على شفايفي، عشان لو حصل واللون التاخر او مثلا حصل اي حاجه يبقى كده تمام. كده شكل الميك اب، وده شكل الفستان بعد ما لبست الطرحه وكله كان تمام خلاص، وكنت خلاص نازله. بس كده يا حلوين، خلاص لبسنا، بس احنا رايحين الفرح. خلاص احنا نازلين.
خلصنا الفرح وخرجت من القاعه لقيت فرش حلو قوي بتاعه كوتشيات، وقررت ان احنا نشوف الكوتشيات اللي فيها ونشتري منها. مين بقى فيكم بيعمل زينا؟ بس يعني في كده بلاقي حاجات ملقطات كده فلازم اشتري منها، فاشترينا كوتشي. وهتشوفوا كل ده معايا في الفيديو اللي جايه، واشوفكم على خير. تصبحوا على خير.